يا اختي الله اكبر في عينك يا بنت، تفوليش في وشي يا بنت يا مش بفول في غاده. وشك يا ماما. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه يا امي عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه يا غاده؟ الحمد لله يا ماما. باركيلي يا ماما. يا اختي جايه فرحانه كده والضحكه من هنا لهنا. اقول لك حته خبر يا ماما. قولي يا اختي. استلمت الشقه الحمد والنبي؟ لله. والله الحمد لله يا ماما. الف الحمد مبروك لله يا رب. غاده، الف مبروك الحمد يا لله حبيبتي. ماما. بس بقالي 3 سنين تعبت. النهارده بقى اخر حاجه كلموني واخدوا الفلوس، رحت سحبت الفلوس من البنك ومضيت العقد الحمد لله. طب الحمد لله الحمد لله. رحت حبيبتي. شفت الشقه يا ماما، جميله جميله حلوه كده، هي اوضتين وصاله وجميله يا ماما، جميله يا اختي حلوه حلوه قوي يا ماما. رضا. وريسبشن كده، صاله حلوه كده زي ريسبشن وجميله، والمطبخ والحمام تحفه وموضبينها وجميله. يا اختي رضا من عند الله. حلوه الحمد لله حبيبتي يا ماما. حلوه. بقالي 3 سنين مقدمه عليها ماما. الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي الحمد لله. انا الاسبوع ده بقى، في خلال الاسبوع ده ابتدي بقى افتح الاوضه اللي انا مقفلاها لك ديت بحاجتي، واطلع حاجه في حاجه بقى واروح انقل انا والبيت. ليه يا غاده؟ ما انت قاعده معايا يا بنتي، رد عليا النفس. معلش يا ماما تقلنا عليكي، عشان برضو اروح بقى واستقر انا وبيتي بدل البهدله اللي احنا فيها دي. وبابا اللي ما بيسالش بقى، عايزه اعمل لها كده تبقى حياتها مستقره كده، تعرف ان ليها بيت. لا يا غاده ما تسيبنيش يا غاده وانا قاعده لوحدي يا بنتي، تردي عليا النفس انت وبنتك يا ماما. بنتك بتروح الشغل بتسيبيها معايا، بدل ما هتسيبيها فين؟ كل يوم تتشحططي من هنا لهنا عشان كنت تجيبيها. هجيبها الصبح. طب وليه الشحططه؟ ليه؟ كمان انت ناسيه ان انت من غير راجل تقعدي ازاي لوحدك في الشقه انت وبنتك؟ خدت ايه من الرجاله يا ماما؟ ما هو الراجل اهو سايبنا، ما بيسال فينا ولا في بيته ولا بجنيه ولا بربع جنيه حتى. خدت ايه يا ماما من الراجل؟ ماشي يا غاده، ما انت ما خدتيش حاجه منه كانت ونيله، بس يا حبيبتي ما تقعديش لوحدك انت وبنتك يا ماما. كانوا 60 نيله. الناس ما راش الا الكلام. يعني انت يا ماما قولي كده. قولي كده وخلاص، واوضتك يا حاجتك ياما خليها مقفوله فيها الاولى. طب اودي الحاجه. طب يا ماما. طب وليه توديها تتطرب وتتبهدل ليه؟ يعني انا خدت الشقه بقالي 3 سنين يا ماما مذلوله عليها، واما اخدها اسيبها مقفوله؟ طب ايه رايك اما اجرها؟ ليه تأجريها يبهدلوها لك، واللي تطبخ وتلزق لك وتبنى لك الدنيا دهون؟ ليه يا بنتي؟ بس تسيبيها انت بتقولي حلوه وزي الفل. جميله اكيد يا ماما، جميله جميله. يعني على الفرش على طول؟ على الفرش ده انا كنت هودي الحاجه واحطها على طول. لا يبقى ليه؟ طب نروح يبقى ابني على كتفي وادور عليه يا بنتي. سيبيها ماما مقفوله نضيفه. انت فاهمه؟ سيبيها على الله. سيبيها على الله معاكي حبه تاني ولحد ما اشوف كده الدنيا ترسى عليا ان شاء الله خير باذن الله. الا قومي اتغدي ياما. ماشي يا ماما. يلا انا اتغديت يا حبيبتي، تعمليش حساب. ماشي. تمشي تروح فين؟ لا خليها قاعده معايا، انا هبقى اكلمها في الموضوع كده بيني وما بينها. ويا رب يهديكي يا غاده يا بنتي، يا رب ترحميني بقى من اللي انا فيه ده شويه. ايه يا غاده؟ ايه يا ماما؟ هعمل لك شاي يا حبيبتي ولا فنجان قهوه؟ لا يا حبيبتي مش عايزه حاجه. ليه يا حبيبتي؟ تعملي ايه؟ قاعده بس بحاول افهم الدرس ده عشان لما اجي اشرحه لفاطمه ابقى عارفه، ابقى فاهمه الدرس كويس وانا بشرحه لها. ماشي. يعني مش عايزه حاجه تشربيها؟ لا يا ماما شكرا، ربنا يخليكي يا رب. يبقى هنا ايه ده معاكي؟ طب سيبي ده بس دلوقتي، انا عايزه اكلمك في حاجه. ايه يا ماما خير؟ عايزاكي بس سيبي اهو حاطه لك القلم عشان الصفحه ما تضيعش. انا عايزاكي بس في كلمتين كده. خير يا ماما؟ صلي على النبي. في حاجه ولا ايه؟ صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بصي يا بنتي، الشقه بتاعتك بدل ما هي مقفوله يا بنتي على الفاضي، اديها لاخوك ياما يعيش فيها. شقتي يا ماما؟ بدل ما كل شهر يا بنتي يلم من هنا ومن هنا ويجوا يستلفوا مني. وانا يا ماما قلت له اسكن في ايجار جديد. طب ما هو معهوش شقه يا غاده، دلوقتي انت يا بنتي ربنا كرمك بشقه ومقفوله وقاعده معايا. انا تعبت وحاربت عشان الشقه دي يا ماما، وحرمت نفسي من كل حاجه انا وبيتي. ما هو ايه يعني؟ الشقه اديها لاخوكي بدل ما انت سقفلها. يعني انا ماما انت استخسرتي ان انا اروح اقعد في شقتي الجديده؟ لا ما تقوليش ان انت استخسرتي. قلتي لي اقعدي هنا عشان تبقي معايا وما اعرفش ايه، والبت وما ينفعش تقعدي لوحدك عشان معكيش راجل ومش عارفه ايه. جاي دلوقتي عايزه هو يقعد في شقتي؟ لا يا غاده، انا مقعداكي هنا عشان انا حباكي انت وبنتك تقعدوا معايا تونسوني. وانا كنت حابه اروح اقعد في شقتي. لا تقعدي فيها ازاي وانت من غير راجل؟ ويمشي على مين يا حبيبتي؟ ده ما ينفعش، ما عنديش انا الكلام ده. معلش يا ماما، وانا اديله شقتي ليه؟ ما اروح انا اقعد في شقتي وهو يجي يقعد معاكي هنا؟ لا ما بحبش حد يقعد معانا، مراته ما برتاحلهاش. طيب لكن انت بنتي. معلش يا ماما، بس انا ما ينفعش كده. ازاي اديله شقتي ازاي يا ماما؟ يعني ايه تديله شقتك زي الناس؟ يعني اديها له ازاي؟ اديها له
اديها له يقعد فيها طيب سنه ولا حاجه عبال ما يظبط لا اموره. مش سنة، انت كده كده قاعدة معايا. ما ينفعش تعيشي هناك لوحدك من غير حد. هو مفيش حاجه اسمها ما ينفعش يا ماما. لا ما ينفعش. انا بس اشتريت خاطرك وقعدت معاكي. خلاص اشتري خاطري وبتعزيني، ادي الشقه لاخوك لما هو متمرمط يوم شغال و10 لا، ومراته تقول يما احنا بنجمع فلوس الايجار بالعافيه، احنا مش عارفين ويجوا يا بنتي يستلفوا ما هم ماما اللي مصروفهم عالي ومش حارمين نفسهم من حاجه. على ايه الغلابه؟ ازاي مش يعني عالي في ايه المصروف؟ عالي في ايه يا بنتي؟ شايفاهم كل يوم طالبين الدريفلي والمحمر أيوة والمشمر. مصروفهم عالي يا ماما. لا انت شايفه كده بقى ماما براحتك. سيبي له الشقه يا بنتي يعيش فيها، اخوك يا غدا ملكوش الا بعض يا حبيبتي، ملكوش الا بعض. يعني عايزاني اعمل ايه يا ماما؟ يعني تسيبي له الشقه يعيش فيها، يرحمني شويه ويرحم نفسه من الايجار اللي كل شويه يدفعه. وانا بس مستفاده يا ماما. انا قلت لك اجرها يا ماما، انت قلت لي لا. خلاص اقول لك حاجه يا ماما، اجرها له بايجار اقل شويه من اللي هو فيه، على الاقل انا استفاد برضه. مش هو بيدفع 3000 جنيه ايجار، انا اجرها له ب1000 ونص. لا وليه تاخدي من اخوك كل شهر 1000 ونص؟ طب وايه يعني؟ لا ما ينفعنيش الكلام ده. واكتب له عقد ايجار جديد. يا حزني، وانت عايزه تاخدي منه ايجار وتكتبي له عقد ايجار؟ فاكره نفسك صاحبه املاك؟ صاحبه املاك. ليه عندي ان شاء شقة الله اهو. ليه ان شاء الله؟ طب امال انت عايزاني اعمل ايه؟ عامله لي فيها انت رئيس ملاك العماره. طب انت عايزاني اعمل ايه يا ماما؟ انا عايزاك ان انت تعملي حساب الاخويه وصله الرحم وتسيبي لاخوك هو بقول لك هديله الشقه بيدفع هو 3000، انا هديها له ب1000 ونص. لا انا ما عنديش كده. يدفع منين ابن الغلبان اللي يوم شغاله 10 لا 1000 ونص؟ طب انت عايزه ايه؟ امال انت اخته ازاي؟ اخته بايه يا اختي؟ على الورق بس؟ في ايه؟ ماما على فكره زي ما هو ابنك انا بنتك. ما انا عارفه، عشان كده بقول لك يا حبيبتي خليكي كويسه مع اخوك. انت عايزه ايه دلوقتي يا امي؟ عايزه انت تسيبي لاخوك الشقه. انا اسيبها له زي ما بقول له هو يروح يعيش فيها. لا بس ما فيش ايجار والكلام ده، انت هتكتبها له باسم. اكتب له ايه؟ الشقه اكتبها له ازاي يعني؟ باسمه حبيبتي، ده نزلوا عليها اتنزل له عن شقتي يا ماما؟ ايوه. ليه يا ماما؟ حول الله يا ربي. ايوه يا ماما عشان تبقى شقته، وانت يا فرحتي عايزه تقعديه سنه والتانيه وتكرشيه يتمرمط ويتشحطط بعياله. لا انا اللي اتمرمط لما يجرى لك حاجه وصاحب البيت يمشيني. يا اختي الله اكبر، يا اختي الله اكبر في عينك يا بنت، تفوليش في وشي يا بنت. مش بفول في وشك يا ماما. يخرب بيت الشقه بيت سنينها السودا. صاحب البيت انا لما يجي يرميني يقول لي انت مالكيش حاجه هنا، اعمل ايه انا؟ انت ساكنه في ايجار قديم. يرميك الله كنيله. انا ما اعرفش ابنك ده اللي انت مدلعاه، هو ده اخر دلعك اصلا. مش عارف يجيب حته شقه، متجوز بقاله 10 سنين مش عارف يجيب حته شقه. نصيبه كده، محدش قال لك دخليه ايجار جديد. وبخته الاسود كده. كلنا بختنا مش حلوه يا ماما، كلنا بختنا منيل. انا شقتي مش هديها لحد يا ماما. لا انت بختك مش منيل، انت على الاقل جبتي شقه. جبتها بطفح الدم. ايه طفح؟ كنت بشتغل ليل مع نهار. عادي يا اختي اديكي جبتيها. كنت بشتغل اكتر من اللي هو بيشتغلوا 3-4 مرات. اديكي جبتيها الدور الباقي على ابني الغلبان اللي مش عارف حتى يجمع. على فكره انا بنتك زي بصي يا ماما، انا عشان الاخويه وصله الرحم وانت ما تقلبيش وانا عارفه قلبتك. انا الحمد لله اللي انت اكتب له الشقه دي ايجار جديد يروح يقعدوا فيها سنه ولا سنتين عبال ما يجمع بقى ويشوف هيعمل ايه هو ومراته. مراته تبيع دهب تبيع حاجه، شوف بقى هو كل واحد ادرى بظروفه. اكتر من كده ماما انا ما اقدرش اعمل. طب ما بنتي اكتبها له ايجار قديم 59 سنه. 59 ايه؟ سنه. 59 سنه؟ ايوه. اخلي ابنك قاعد في شقتي 59 سنه؟ يا عالم كتكميل عليك. انا لو يجرى لي حاجه ترمي في الشارع. هو في ماما، هو انا ماما مش بنتك وانت مش قايله لي مخبيه عليا؟ لا بنتي يا بنتي، وانت مش عارفه ليه ماما انا شاكه في الموضوع ده.